ونعرف منه الموضوع بالتفصيل. كابتن حازم، مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف، ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. الاستاذ وليد، سلمنا على الاستاذ وليد جدا. الله يسلم. الوليد مش معايا هنا، وليد كان معايا على التليفون. انا سامع ان وليد جامد يعني. جامد فينا شويه. كان شغال دايس الحمد لله. كابتن حازم، يعني كان عندكم اجتماع النهارده وسمعت ان انتوا خلصتوا، كان في بيان، ممكن تقولي بقى يعني اخر لا يعني هو طبعا اللي حدث النهارده اكيد يعني احنا يعني ضد اكيد اي عنف يعني. بس اكيد طبعا ما حدش عايز يحقق عنف، ما حدش عايز يبقى فيه تهجم على اي حد او حد يخاف من اي حاجه. احنا في الاخر رياضه، ونتمنى دايما يبقى الصالح العام هو اللي يعني عند الناس كلها. بس ده اللي عملناه يعني. شجبنا اللي حصل طبعا، ولكن في نفس الوقت احنا يعني كمجلس يعني بندافع للستيل على حق اللجنه الجمعيه العموميه والحق المشروع ان انت تكمل المده بتاعتك في ظل يعني الاوضاع اللي فاتت دي يعني. اتفضل. كابتن حازم، يعني كنا لسه بنتكلم نادي الزمالك او مجلس اداره نادي الزمالك او ممدوح عباس، كان في مؤتمر امبارح، كنا لسه بنقول ان هو ممكن نادي الزمالك ياخد الخطوات القانونيه، بس الشارع دلوقتي مع حتى الجمهور محتقن. فانت مش شايف من وجهه نظرك ان امبارح مؤتمر اسمه ممدوح عباس كان فيه يعني الحديث كان شديد شويه، الجمهور شباب صغير بياخد الكلام بطريقه مختلفه؟ طيب بص خلينا بس. طبعا اكيد طبعا الدنيا اساسا كلها في مصر دلوقتي بقت الناس كلها واخده الامور على نفسها بشكل كبير، واساليب الاعتراض بقت واضحه للناس كلها بشكل يبقى في يعني نوعا ما تطرف شويه في التعبير يعني. ولكن خليني اقول لك حاجه يا كابتن سيف برضه الاول، ان ربط الحدث امبارح باللي حدث النهارده يعني انا شايف مش حاجه يعني مش حاجه سليمه جدا، لان الالتراس اولا او لو وايت نايتس اعتقد يعني ان هم ناس لا توجه، وان هم يعني قرارهم من دماغهم دايما، ودي يعني عودونا عليه في كل حاجه. بدليل ان الاستاذ ممدوح اعتقد حضرتك يعني في البرنامج وكل البرامج والمواقع لما كان من اسبوعين نزل وهاجموه وقالوا له ارحل، كل المواقع خدت ان هم هاجموا ممدوح بس. فبالتالي مش ممكن بعد اسبوعين يبقى هو ممدوح بس هو السبب ان هو بيحرضهم يعملوا حاجه. الناس دي دماغها لو هم اللي عملوا كده او اي حد يعني عامه وايت ناس عامه او الالتراس بيواجههم، ودي ناس بتعرف هي بتعمل ايه وشايفه ان الكيان هي بيدافعوا عن كيان كان نادي الزمالك، فهم شايفين ان المدافع عن الكيان باي اساليب ممكنه، مش محتاجين ممدوح عباس او حازم امام او اي حد يقول لهم حاجه، لان هم شايفين مثلا ان في قرار خاطئ هيدور مصلحه نادي الزمالك. التعبير عن هذا الاحساس بقى ده يختلف طبعا فيه، ان هو يعني انا وجهه نظري كان يجب التعدي، كان ممكن يبقى في وقفه زي ما بيوقفوا، كان ممكن يعني في حاجات كتيره. بس انا بشوف ان الربط بين ده وده، ما هو ده رئيس نادي بيدافع عن شرعيه مجلس او بيدافع عن شرعيه لائحه، فبالتالي بيتكلم وبيوضح الحاجات كلها اللي بتحصل، لان الناس كلها لازم تبقى عارفه ان في تمهيد قبل كده. الزمالك القصد وقفوا 3-4 مرات قدام الوزاره عشان حاجات كتير قبل كده. الزمالك متضرر من عدم وجود جماهير بغض النظر ان هو ما عملش حاجه، رغم كده بيتجازى بغلط اخطاء اخرين. ففي حاجات كتيره برضه مشحونه ضد نادي الزمالك، فانا مش عايز اربط ده بامبارح. تمام. ممكن طبعا يكون في بعض طبعا يعني انا في كلام طبعا في الموضوع حلو، انا فوجئت على المستوى الشخصي، لكن هو كان منفعل بسبب احساس ان هو نادي الزمالك في ظلم عليه من خلال ان يبقى في لائحه لا تطبق الا على نادي الزمالك في الوقت الحالي يعني. تمام. كابتن حازم، انا برضه معاك يا كابتن سيف ان اكيد بلاش باي عنف، لان العنف ده غير مصرح فيه في اي حته، وفي الاخر دي رياضه المفروض يعني نسمو بكل الناس فيها، ويبقى دايما الاهداف لوجه الله يعني مش لحاجه لغرض يعني. طبعا. كابتن حازم، انا يعني هستغل معلش وجودك معايا، انت عضو مجلس اداره نادي الزمالك، ولكن الناس تختلف وتتفق على ناس، بس يعني ناس او جمهور نادي الزمالك ما يختلفش عليك، مش عشان انت في الحياه معايا ولا عشان انت معايا على التليفون، بس دي حقيقه يعني. انت راجل حقيقه خلوق زي كابتن محمود الخطيب في النادي الاهلي، يعني راجل رمز من رموز نادي الزمالك. فانا هستغل وجودك معايا واقول لك قول كلمه للوايت نايتس، قول كلمه للشباب دي، قول لهم بقى يعملوا ايه، قول لهم الصح ايه والغلط ايه. انا اتمنى من اي حد ليه وجهه نظر انه لازم يعني يقولها ويبينها ويقف ليها بشكل قوي ويبين وجهه نظره بشكل قوي، ولكن بدون عنف او دون تهديد لحياه الاخرين. ده حاجه اكيد يعني. اي الاحساس بالخوف ده اعتقد احساس صعب جدا، وكلنا حسينا بيه ايام 25 و26، كل واحد كان قاعد في بيته خايف ازاي، وكان قلقان وماسك حاجه في ايده عشان خايف على بيته. فالاحساس بالخوف عامه صعب، واكيد يعني لما تبقى في ناس بتتعرض لحاجه اكيد بنرفضها. وانا اعتقد ان الغالبيه العظمى من الالتراس او وايت نايتس ما بيحبوش العنف، ودايما عايزين الصالح العام اللي هو نادي الزمالك وكيان نادي الزمالك وشكل نادي الزمالك
وان ما حدش يجي على نادي الزمالك بقى كل شويه يجوا على نادي الزمالك باشكال اخرى يعني. فاتمنى منهم ان هم دايما زي ما كانوا في الفتره السابقه على طول هم عند حسن الظن بيهم، وعلى طول رافعين راس الزمالك، وعلى طول بنشيد بيهم. اتمنى كمان يبقوا الفتره دي والفتره الجايه دايما عند حسن الظن بيهم، ودايما يبقوا هم الحاجه المشتركه الوحيده في نادي الزمالك حاليا يعني، او حتى الفترات السابقه هم الحاجه الوحيده المحترمه، والحاجه الوحيده المنظمه، والحاجه اللي يعني بتحب النادي بدون أغراض انتخابيه ولا اغراض ماديه ولا اغراض يعني شخصيه ولا حاجه يعني. كابتن حازم، يعني بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كابتن حازم امام عضو مجلس اداره نادي الزمالك. يعني الناس بصراحه تختلف على حاجات